بالنسبة لإلي أنا كتير بحب الشوربات الدسمة، لهيك ضمن سلسلة شوربات رمضان عملت لكم اليوم شوربة الدرة بمكعب زبدة حيوانية. قلبت بصلة مفرومة ناعمة لحتى صفرت، ونزلت علبة من الدرة مصفاية ومغسولة كتير منيح. قلبتهم مع بعض وضفت عليهم توم بودرة، بصل بودرة، بهار أبيض، وملح، ومعلقة كبيرة من الطحين. بقلبهم مع بعض، بعدين بضيف المي المغلية. ممكن تحطوا مرق دجاج أو 3 أكواب من المية المغلية وكوب من الحليب، بيعطي دسامة كتير طيبة. فينكم تحطوا كل الكمية مي عادي ما بيأثر، مع مكعب من مرق الدجاج. بترك الشوربة على نار هادية شغلة 3 ساعة، بعدين بضيف علبة كريمة طبخ صغيرة وبخليها على النار لحتى تغلي. بعدين بنطحن الشوربة بالبلندر كتير منيح. شوفوا القوام ما شاء الله. بضيف نص علبة ذرة كمان مغسولة ومصفاية لحتى نتلذذ بطعم حبات الذرة بقلب الشوربة. تخيلوا انه هيك شوربتنا صارت جاهزة. شوفوا قديش بتشهي، دسامتها وطعمها عن جد ولا أطيب من هيك. حطيت على الوش جبن موزاريلا والطعمة غرام، لازم تجربوها. ولا تنسوا لي اللايك للفيديو.